عسلامة ومرحبا بكم متابعينا على موقع هوا بلادي. اليوم باش يكون ضيفنا الكاتب والمخرج المصري محمد حسيب، مدير فرقة تياترو الكوميدي المسرحي ومؤلف ومخرج العمل المسرحي فرح الصعيدي. أهلا عسلامة ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخي. نورتنا في تونس. الله يخليك. حسب المعلومات المتوفرة عندي كونك مقيم في تونس هنا وحتى طبعا. عائلتك توانسة هكا ولا؟ مظبوط مظبوط. به. كنا سمعنا انه عندك مسرحيه جديده تعرضت مرتين في سوسه هنا، وكانت لقات رواج كبير ما بين الصحفيين واعلاميين وجمهور. لو كان تحكي لنا التجربه، خاصه ان نعرفوا احنا يعني تختلف اللهجه وقت نقولوا فرح الصعيد فيه اللهجه الصعيديه هكا ولا؟ مظبوط دونك بعيده برشا على اللكنه نتاعنا التونسيه. مظبوط. هو يعني في بداية الأمر إن أنا معناها تم عمل مهرجان ليالي رمضان المسرحية من خلال جمعية فرحة للتنشيط والترفيه العائلي، وهي كانت الإطار اللي بعث من خلاله المهرجان. وكان الفكرة إن إحنا يتعمل في المهرجان في حفل الافتتاح عرض فرجوي. ومن هنا جاتني فكرة إن أعمل عمل مسرحي يكون مختلف، يكون فيه الكوميديا والغناء والاستعراض. وكانت المخاطرة الأكبر إن يتعمل باللهجة الصعيدية، ويمكن اللي ساعدني في الحقيقة في الموضوع دوت إن اللهجة الصعيدية من اللهجات اللي في الوطن العربي محبوبة. وخاصة إن المسرح التونسي له معناها تاريخه وله معناها جولاته وصولاته في العالم العربي. وبالتالي إن الممثلين والفنانين بتوعه عندهم القدرة إن هم يتأقلموا مع اللغة أو اللهجة أيا كانت اللهجة. وهنا بدأت الفكرة إن أنا استعنت ببعض الممثلين اللي كان علاقتي بيهم بداية من سوبيرو الوحيش، وهو معناه أحد الفنانين الكبار معناه في تونس. الفنان المنصف مراد، وهو من الفنانين أيضا الكبار في تونس. وكانوا هما الاثنين معناه كانوا أبطال مسلسل ضيعة محروس. وكان ليا الشرف ان انا يعودوا للمسرح، او يعودوا الاثنين معناها فرزة بعضهم او مقابلين بعضهم او يلتقون مره اخرى بعد 27 عام من ضيعة محروس الى العرض المسرحي هذا. ومعايا سيمونجي بزويتا، وهو احد المسرحيين المعروفين في سوسه. ومعايا الممثل والمخرج منير مخنيني، وهو من احد معناها القامات الكبيره الموجودين في سوسه ومعروفين في تونس. واستعنت بشباب معناها عملت كاستنج واستعنت بيهم. كان لاول مره يقفوا على المسرح. في منهم كان ليهم بعض التجارب البسيطه. وبدانا العمل في فتره اعتقد ان هي كانت فتره قليله، لكن هم كان يعني الرغبه والاصرار وقناعتهم بالعمل نفسه هي اللي خلتنا في فتره تقريبا. احنا بدانا في جنفي، والعرض اول عرض كان نهار 9 ابريل في افتتاح مهرجان ليالي رمضان المسرحيه. عملنا مجهود كبير جدا، طبعا بدون دعم، لان انا الجمعيه الراعيه التي بعثت المهرجان، وكانت معناها هي نقطه الانطلاق لفرقه تياترو كوميدي المسرحيه. جمعيه لا تهدف للربح، وبالتالي ما فيش، ما عندهاش امكانيات. فبالتالي احنا اعتمدنا على الجهود الذاتيه في تحضير هذا العمل، من حيث الملابس، ومن حيث التحرك، ومن حيث الاماكن اللي البروفات والى اخره. فكل دوت كان نابع من الرغبه والحب لهذا العمل. والحمد لله عملنا العرض الاولاني في دار ثقافه القلعه الصغرى. انا بالنسبه لي يعني لقيت حاجه معناها مختلفه، اول مره اشوف هذا الكم من معناها الصاله معبأه معناها على اخرها، ناس واقفين معناها لان الاماكن كلها كانت شاغره. اتبسطوا جدا من العرض، لان العرض هو في الكوميديا والغناء الشعبي المصري الاستعراضي. معايا مطرب معناها يعني دايما بقول عليه الحنجره الذهبيه، ومطرب معناها متمرس في الاغنيه الشعبيه، ابو طه الصعيدي. اضاف اضافه كبيره جدا للعرض بالغنى والاستعراض اللي حصل في العرض، الكوميديا الراقيه الخاليه من اي اسفاف او ابتذال او الفاظ. معناها عرض عائلي. الناس كلها استمتعت. كان في اعمار مختلفه في الجمهور.
الناس كلها الحمد لله بعد العرض معناها انتظرت الى نهايه العرض وتصورت مع صور تذكاريه مع الممثلين يعني هنوهم على هذا العرض. ودي اعتقد ان دي يعني بصراحه كان بالنسبه لنا كلنا كفريق عمل، لان احنا بنتعامل معناها كأسرة واحدة، كان حاجة فخر كبير جدا لينا. واعتقد ان هو كان جايزة، اكبر جايزة احنا حصلنا عليها او مكافأة على مجهودنا اللي احنا عملناه في الفترة اللي قبل العرض. احنا كي نقولوا لهنا ثقافه، نقولوا لهنا فن، نقولوا لهنا فما دعم لوزاره الثقافه. هل وجهتوا لها بمكتوب وهي رفضت او قبلت الدعم العرض هذا؟ احنا بالنسبه للعروض انا قدمنا الدعم للمهرجان، والى الان لم اخذت موافقه على الجمعيه، اخذت موافقه على الدعم، والى الان لم يتم صرف الدعم. معناها حتى المهرجان تم اقامته وتم الانتهاء منه بدون دعم من مندوبيه الثقافه الى الان. معناها دي امريكا. اما بالنسبه للعرض، احنا جهزنا العرض وعملنا العرض الاولاني كما زي ما قلت لك في دار ثقافه القلعه الصغرى، وعملنا عرض بعد منه 4 ايام على هامش المهرجان، معناها في خلال ايام المهرجان في حمام سوسه، وكان نفس رده الفعل بالنسبه للجمهور. وبعد ما انتهينا اتعمل ملف للمهرجان، لان دايما انا يعني بالنسبه لعمليه الدعم انا عندي 16 ممثل، فالعرض كبير وعندي ديكور وعندي راقص تنوره، لاول مره راقص تنوره يكون في عرض مسرحي معناها. فتكلفه العرض اكبر من ان انا يعني ان انا اقدم يعني الدعم اللي انتظر الدعم اللي هو الكبير. لكن احنا بنحاول ان احنا نفرض نفسنا بالشغل بتاعنا، بخدمتنا، بالعمل اللي احنا بنقوم بيه، الى ان يعني ينظروا الينا بنظره الاهتمام، ويشوفوا العرض، ومعناها اللي ما شافوش او اللي ما قدرش يحكم على العرض لانه ما كانش حاضر في العرض، ان هو يشوف العرض ويحكم عليه، وبعد معناها اذا كان يستحق هذا العرض ان هو يدعم. فاعتقد ان احنا عندنا الحق ان احنا العرض زي ده معناها يعني يكون مدعوم طبعا اكيد، وبالذات خاصه ان العرض ده زي ما قلت لك فيه 16 ممثل، بدايه من الطفله الصغيره معناها الموهبه يعني الفذه 10 سنين سليمه، الى سير منصف مراد ربنا يديه طول العمر 73 عام. اعتقد ان 4 اجيال موجودين. الله يخليك عايز. كنت ذكرت في احد الصحف التونسيه انه تعرضتوا لهرسله او تحريض او حاجات هكا على العرض نتاعكم. والله احنا من بدايه المهرجان حصل عراقيل كتيره، يعني انا ما بحبش دايما. سامحني، لان المهرجانات الصيفيه الحاليه، لا، المهرجان ليالي رمضان المسرحيه اللي كان في شهر رمضان في الفتره من 9 ل 16 في اوكي للتوضيح. تعرضت لعراقيل كتيره جدا. ما فهمتش شو نوعيه العراقيل؟ العراقيل معناها ما حبوش ان المهرجان، يعني بعض الناس ما حبوش ان المهرجان يقام. في بعض الجمعيات اللي كانت مشاركه معناها باستمارات مشاركه ان هي مش تعرض في المهرجان انسحبت في اخر لحظه. كل الامور ديت يعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل، لان الكلام في الماضي او في الامور اللي زي ديت. مثلا احنا فما شكون قاعد يعرق لنا، اكيد راك تعرفهم شكونهم اللي قاعدين يعملوا، نتصوروا ولاد شوف انا على مدار هذه الفتره من نفس المجال على مدار هذه الفتره انا يمكن دي طبيعتي، انا لا التفت الى حد من اساء الي، فكان دايما يعني هي كلمه طبيعيه، ودايما اقول مثلا حسبي الله ونعم الوكيل، وهذه كلمه معناها دايما هو ده الرد بتاعي. لا اجاوب الاساءه بالاساءه، وما ردتش الاساءه بالاساءه، لان انا اشوف الانسان اللي هو دون المستوى مع احترامي للناس الكل وقت ما يعني اللي تيجي تواجهه بالحقيقه ينكر، لان هو دايما معروف الانسان الحاقد او الحاسد او كذا دايما صفته الجبن، فشيء طبيعي ان هو هينكر. وان كان في بعض اللي انا بحكي لك فيه، في بعض حاجات موثقه طبعا على صفحات الفيسبوك، في بعض شكاوى اتقدمت عشان المهرجان ما يقامش، تحريضات من بعض الاشخاص لاشخاص اخرين، وللاسف ان هؤلاء الاشخاص تعاطفوا مع هذول الاشخاص بدون وعي، والى الان مستمرين في هذا. لكن اقدر اقول لك اخر حاجه معناها حصلت، ان انا في احد دور الثقافه بعد ما مشيت لدار الثقافه، وحاجه غريبه ان يعني المسؤول في دار الثقافه او مدير دار الثقافه هذا قابلني مقابله ممتازه جدا، وكان معناها رحب بيا جدا، واتفقت في اطار القانون بمكتوب رسمي موجه من الجمعيه الى دار الثقافه بتحديد موعد لاقامه العرض وعمل بعض البروفات قبل العرض.
عملنا معناها تم عمل عقد بينه ما بين مدير دار الثقافه. وفي تاني يوم للاسف معناها هو الثقه دايما الواحد انا بتعامل بها. العقد كتابي ولا كتابي؟ لا كتابي. عملنا عقد كتابي، وللاسف ان انا ما خدتش نسخه، لان دايما انا دايما بتعامل مع مدير دار ثقافه او مثلا مدير جهوي ولا حاجه، فانت تعتقد ان هذا معناه ان الامر منتهي. انا يجب انك تكون عندك نسخه. مظبوط. انا هو كان على اساس ان احنا الختم بتاع الجمعيه معناه العقد. انا بالنسبه لي عندي تفويض من الجمعيه، عضو في الجمعيه المسؤول عن معناها النشاط الثقافي في الجمعيه، لكن هو كان العقد منتظر على الختم معناه وتوقيع رئيس الجمعيه. فهي دي النقطه اللي كانت يعني دي امور معناها روتينيه، لكن في العقد اتفقنا والايام وتحددنا الايام وحددنا كل حاجه. من بعد تاني يوم نزلت البوست بتحديد موعد العرض معناها العرض المسرحي. تم الاتصال بيا ان حصل انكار للوضعيه معناها، وحصل اساءه. هذا مدير دار الثقافه اساء، قال لي معناها ان هذا العرض لا معناها لا يتماشى، واساء للعرض دون ان يراه بناء على اتصالات حدثت والى اخره، ولدرجه ان هذا الشخص معناه حلف بالله معناه. فطبعا انا انكرت عليه الحلفان بالله ويعني ورفعت عنه الحرج. قلت معناه ان الموضوع خلاص يعتبر منتهي، وانا امور قانونيه، لان انا في المنشورات بتاعت دور الثقافه كوزاره الثقافه، فما امور بنود قانونيه ان انت معناها قراءه القاعه بكذا بتتفق امور ماديه ما فيهاش مشكله. فما حدث كان مخالف، وهذا معناها يمكن دي اخر حاجه حصلت معناها في العراقيل اللي معناها في ضد هذا العمل. شكون توجه نداء انه يكف عليك التدخلات هذه والهرجله والتقديم وايقاف العرض؟ والله انا شوف انا لا اوجه رساله لاحد غير ان اذا كان هذا العمل هذا عمل اعتقد لن احكم عليه، فانا لست ناقد او معناها استاذ مسرح في المسرح، لكن اعتقد ان يجب ان يعني يشاهد هذا العمل ويحكموا عليه من وجهة نظر هويته هو كعمل مسرحي، لان احنا دايما بنحكم على المسرح من وجهة نظر الأكاديمية اكتر من وجهة النظر الواقعية، لان احنا دلوقتي دايما ندور على المسرح الجماهيري، وهو ده الفكرة اللي انا يعني ماشي في طريق معناها في الطريق فيها، ان انت محتاج ان انت لما تعمل عمل مسرحي يكون جاذب للجمهور، يكون ان انت وقت ما تعرض في قاعه ان الجمهور يبقى موجود، ما تعرضش ل 10 و15 و20 واحد. المسرحيه عمل الصعيد عمل كوميدي اكثر، كوميدي استعراضي غنائي. فعمل يعني انا بقول لك ليه انا بقول لك نال اعجاب الناس، لان الناس محتاجه هذه النوعيه من المسرح، فلا نغفل عن هذا النوعيه من المسرح. صحيح احنا المسرح الاكاديمي بافكاره وبابجدياته طبعا موجود وله قيمته وله كذا، لكن لازم في هناك جانب معناها لازم يعني نشوفه من وجهة نظر اخرى، هو الجانب الجماهيري. انت محتاج ان الجمهور محتاج للمتعه، ان هو يسمع الغناء، ان هو يضحك، يبقى فيه اضحاك، يبقى فيه معناها ابهار، وفي نفس الوقت يكون العمل قائم على حكايه وقائم على رساله يستفيد منها الجمهور في نهايه العمل. هو ده المهم. الكاتب والمخرج محمد حسيب، شكرا لك. وان شاء الله ربي يوفقك. الله يخليك. وربي يوفق الجروب بتاعك. اشكرك. الله يخليك. علمونا ان الرجولة مش كلام، فهمونا معنى كلمة احترام.